اسفه جدا، بس والله النهارده اول يوم هوا والدنيا على بعضها، والولاد متوترين قوي واقفين على شعرهم بره. اسف على ايه؟ ان محدش جالك لغايه دلوقتي وسايبينك قاعد لوحدك، بس ما تقلقش خالص، احنا لسه عندنا وقت تتكلم، اسال اللي انت عايزه. ما مفيش تاخير ولا حاجه. الناس الاول بتقول مساء الخير. اسفه اني ما قلتش مساء الخير. اه ده اللي هو اي اسف وخلاص. طب ما حضرتك لذيذ اهو، امال مخوفيننا منك بره ليه؟ استاذه مروه، انت مذيعه كبيره وعارفه ان مش كل اللي بيقولوه الناس صح. صح. تخيل بقى انه احيانا بيكون العكس كمان. انا عارفه طبعا ان مكالمه امبارح ما كانتش كفايه، والميل اللي بعتهولك الاعداد فيه نقط قليله، فعايزه بس الفت نظر حضرتك ان تون البرنامج بتاعي عالي شويه، والطريقه السبايسي اهم من المعلومه نفسها. مفهوم. اكيد مفهوم. يعني انت تفتكري مثلا اني هبقى جاي هنا ومش عارف انا طالع مع مين وايه المطلوب بالظبط؟ عظيم. يعني انت متاكد ان انت مش عايز تراجع شويه حاجات؟ تاني احنا مش محتاجين نراجع على حاجه. انت برضو مذيعه قديمه وخبره. ما تقلقيش، كله هيبقى تمام. لا انا اقصد يعني عشان نبقى على موجه واحده. استاذه مروه، اذا كان من حقك برضو انك تجهزي وتاخدي وقتك لحد ما تخلصي وتشربي قهوتك وبعد كده تيجي تتكلمي معايا قبل الهوا، اعتقد كمان انه من حقي اذا كنت اقبل اتكلم معاكي ولا لا. نطلع بقى وزي ما تيجي تيجي. بص يا متر، احنا حاجه من الاتنين، يا هنتعب بعض زياده عن اللزوم، يا هنبقى على موجه واحده اكتر من اللزوم. انت تحبي ابقى الضيف الصعب اللي على نفس المستوى، ولا الضيف السهل اللي نعمل منه ترند واحنا سايقين وخلاص؟ لا انا بحب اللعبه الحلوه. يبقى اتفقنا. بس اعمل حسابك، انا هبقى مع الخصم مش مع المتهم بتاعك. انا مش شغلتي ان انا اشرح قضايا الجمهور، انا برمي الرأيين على الترابيزه واسيبهم يتشكلوا كمان. بعد اذنك، انا احب اخد وقتي في المكان جوه قبل ما اطلع على الهوا. على فكره، تهيألي معانا دقايق تلحقي تخففي شويه ميك اب. انت شكلك حلو، مش محتاجه لكل ده. سنه بس. خليه من فوق شويه بس عشان ما يبانش. شكرا. أستاذة مروة، والدتك. في ايه؟ واضح إن في مشكلة. مشكله ايه يا بنتي؟ فاضل لنا دقيقتين على الهوا. معلش بس كلميها. سوري. ايوه يا ماما، خير؟ مشكله ايه؟ إيه؟ أنتِ بتقولي إيه؟ ادخلي بسرعة على درج الكومودين وشوفي الباسبور. مروة، دي حاجة يا مروة؟ احنا هوا كمان ثواني. يعني الباسبور لما اختفى قبل كده ما كانش ضايع، كان هو اللي سرقه لما أنتِ برضه فتحتي له الباب. أنتِ بتعملي فيا كده ليه؟ اصل طريقها خد بنتها وطلع على المطار دلوقتي، وهي كانت شاكه في الموضوع ده من الاول. من فضلكم حد يجي يفك لي البتاع ده بسرعه. شيل ايه يا متر؟ يا جماعة احنا كده ما عندناش وقت. يا ترى في حد في المطار دلوقتي؟ انت تعرف حد في المطار؟
تسلم لي يا فندم. مع السلامه. يعني ليك صحاب في الجوازات يقدروا ما يطلعوش في بيت الطياره؟ انا هعمل اللي ربنا يقدرني عليه، ما تقلقيش ان شاء الله خير. ممكن تهدي؟ 20 ثانيه يا جماعه ونبقى على الهوا. فاكر. مش كده احسن؟ فندم؟ الميك اب مش كده احسن؟ هي اسمها ايه صحيح؟ مريم. ويا ترى مريم بقى حلوه كده زي مامتها؟ 5 4 3 2 هوا. كلنا سمعنا عن قضية سما محمود، البنت البريئة اللي لسه يا دوب ما كملتش حتى 16 سنة، بس عشان هي بنت سيدة عاملة في بيت من بيوت ايجيبت فمش مهم خالص ان 3 شباب يعملوا معاها اقذر حاجة ممكن تتعمل. هي الطول دي تتمنى، ولو قاومت هناخد منها اللي احنا عاوزينه بالعافية، دي بتاعتنا زيها زي اي حاجة بنمتلكها بفلوسنا. وإن حصل حاجة كده ولا كده هنجيب محامي، هنجيب أكبر محامي في البلد، المحامي اللي مفيش قضية بيترفع فيها مهما كانت ما يعرفش يطلع منها المتهم بتاعه بريء، حتى لو الجريمة واضحة وضوح الشمس، حتى لو المجرم ده كان من أخطر المجرمين والرأي العام كله شايف إدانته. في صوت الحقيقة معانا ومعاكو الأستاذ صلاح نجم. أهلا بيك يا أستاذ صلاح. اهلا ايه بقى يا فندم؟ يعني انتوا خليتوا فيها اهلا بعد المقدمه الطويله التحفه اللي انت رصيتيها لي دي. اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة يا أستاذ صلاح أنا بسأل نفسي كتير قوي، إزاي حد ممكن يقبل قضية مشينة زي دي وإزاي يعرف ينام بعدها؟ عادة اللي بيقبلوا النوع ده من القضايا ما بيبقاش عندهم رد، ما بيعرفوش يطلعوا معانا عشان يتكلموا. بس طبعا شجاعة حضرتك تحسب لك إنك طلعت وهترد معانا دلوقتي في البرنامج. اولا هي ما اسمهاش شجاعه، اسمها مسؤوليه، لانه الناس من حقها طبعا تعرف ايه هي الحقيقه ومين اللي غلط فيها. هل حضرتك تعلم إن والدة الضحية وقعت من طولها ودخلت المستشفى أول ما عرفت إن حضرتك دخلت في مسار التحقيق وقدمت ما يثبت براءة المتهم، رغم إن كل حاجة في البداية كانت ماشية لصالح البنت؟ يعني انا شايف ان احنا كده بصراحه بنخرج بره الموضوع، ومع ذلك عشان اريحك تكاليف علاج الست فاطمه ورعايتها والعنايه بيها داخل المستشفى كلها بالكامل بيتحملها ابو المتهم. طبعا أسهل حاجة التعويض. لا يا فندم، للاسف اسهل حاجه في الدنيا هي الاتهام، او بالبلدي كده زي ما بنقول رمي البلا على الناس. توافر لدينا دليل قاطع بيثبت براءة المتهم وبيؤكد انه وقت ارتكاب الحادث كان هو بره الفيلا، ما كانش موجود فيها، مش زي ما الاتهام بيقول. ثانيا، توافر لدينا دليل قاطع بيثبت ان البنت مش بريئة من قضية الاغتصاب، ودي حاجة انا بعد اذن سعادتك هحتفظ بيها لنفسي في التحقيق. ومن بكره على فكرة انا متأكد وعارف اني هقرا شتمتي على السوشيال ميديا كلها من كل اللجان اللي انا عارفها ومتابعها كويس، ومع ذلك انا مش هينفع اتكلم وهفضل ساكت حفاظا على سمعة الست فاطمة وعيلتها وشرف بنتها اللي هي دلوقتي في ذمة الله. شرف الست فاطمة وعيلتها عمر ما حد هيقدر يمسه بكلمة، مش عشان الناس مع الضحية، لا، لأن دليلك الأول إن الولد كان بره إحنا عارفينه كويس، ومعانا فيديو يثبت إن هو متفبرك، ومعانا كمان إدانة للراجل اللي اتفق على الحوار ده من أوله لآخره. إيه رأيك؟ يا هندسه الزحمه دي كلها، الراجل بيقول هما الاثنين بس ويا دوب الوتر بيعدي كده. الدنيا عماله توسع، كنا الاول المفروض هنغير التايم بس، دلوقتي بنغير الاضاءه وبنغير الناس، الفيديو كله بيتقلب حاله. الفيديو ده ازاي ينزل من غير ما يعدي عليا؟ يا فندم مروه ادتني الماتيريال كله على يمدة سعادتك. حبيبي احنا اخرنا كلام، حوار نسخن وبس، لكن مش فاتحين محكمه للضيوف. اقطع وانزل بفاصل حالا. فاصل. انت عارفة اللي حصل دوت ممكن يأذي مين وازاي؟ عارفة في كام بيت ممكن اللي جواه يتشردوا لو الراجل دوت سمعته اتهزت بأي كلمة من الهرتلة اللي انتوا بتقولوها دي؟
برضه عملتي اللي في دماغك؟ البت ظهرت، ابوها فتح التليفون. انت عارف حصل ايه دلوقتي؟ انا جالي تهديد بقفل المحطه كلها. وايه المشكله؟ هي اول مره يهددونا بقفل المحطه، ايه الجديد؟ الراجل ده ممكن يأذينا كلنا. خلاص يا حبيبي، ما دام هي كده كده بايظه، سيبني بقى اروح اشوف مصيبه بنتي وبهد رافعه انت لوحدك. اسيبك تروحي فين؟ انت هتقعدي هنا وزي ما بوظتيها تصلحيها. موبايلات تتقفل يا شباب وكله يجهز. 5 4 3 2 هوا. طبعا صدقته، عشان كل حاجه بنشوفها وبتتعرض علينا بنصدقها. كلمه بتجيبنا وكلمه بتودينا، واللي معاه اي كاميرا ومنصه وبيعرف يشتغل جرافيكس كويس وبيعرف يتكلم ويتسمع، هو ده اللي بيبقى معاه القوه. على عقولكم. بعد اذنك انا اسف لقطع كلامك يا استاذه مروه، بس الفيديو دوت مش متفبرك. نعم؟ في الواقع دي كانت محاوله خايبه كده من شخص من طرف المتهم، طبعا على غير علم المتهم، بس الشخص دوت هيتحاسب وهياخد جزاءه بالقانون ومن اهل المتهم. دي نقطه. النقطه الثانيه وهي تخصني انا شخصيا، مش هو ده الدليل اللي انا بتكلم عليه على الاطلاق خالص. هشربك فنجان قهوه ما شربتيهوش كتير في حياتك. المكنه دي اصلها بتعمل وش هايل. طب ممكن تطمني هتعرف ترجعها لي؟ يعني حضرتك مسيطر في الجوازات ان هم لو شافوا البنت دخلوهاش دبي. ما انت شفتي بنفسك من ساعه ما وصلنا المكتب وانا ما بطلتش تليفونات. الناس بتوعنا اللي في دبي بقوا اكتر من بتوعنا اللي هنا. يعني اكيد مفيش سلطه تقدر تمنع طليقك من انه يطلع بره المطار ومعاه بنته، بس احنا نقدر نعمل كذا حاجه ممكن تعطله وتوقفه لحد ما نتصرف. ممكن بعد اذنك تشربي قهوتك وتهدي؟ حاضر، ههدى والله. انا مطمنه قوي ان حضرتك في الموضوع، بس يعني ممكن تحدد لي وقت بنتي ممكن ترجع فيه؟ يعني هتنام في حضني النهارده ولا ايه؟ حضنك ايه بس يا استاذه مروه؟ هو باباها خدها يفسحها في مول العرب؟ دي في قاره تانية. انا اسفه. على ايه؟ على طريقتي معاك وعلى القفش وعلى حالتي اللي انا قاعده بيها قدامك دلوقتي وانت عمال تهديني وانا ما بهداش. هو طليقك عمل كده علشان ترجعي له ولا اللي بينكم اصعب من كده؟ وانا اسف، انا اسف اني بسال في حاجه ما تخصنيش، سوري، بس الحاجات دي بتفرق على فكره. ما تنسيش كمان ان انا محامي وياما عدى عليا مشاكل ألعن من كده بكتير بين اللي متطلقين. لا هو انا الحقيقه مستحيل ارجع له. للدرجه دي؟ في حاجات لما بتتكسر بين الراجل ومراته استحاله ترجع تاني، وانا كل اللي يربطني بيه بنتي وبس. من فضلك انا مش عايزه اتكلم عليه، كفايه اللي هو عامله فيا. انا مش قصدي حاجه والله، بس انت عارفه ان انا ما بطلعش في برامج، صح؟ بس حضرتك عندك قضيه كبيره ومهمه بالنسبه لك واكيد حابب تتكلم عنها، خصوصا ان القضيه بقى لها اسبوع ترند في مصر كلها. انا كنت ممكن اطلع في اي برنامج تاني، اشمعنى البرنامج بتاعك يعني؟ مش قصدي حاجه يعني، بس سوري، البرنامج بتاعك مش رقم واحد، وانت كمان اول يوم هوا اصلا يعني. امال؟ حقيقي مش عارف، بس بصراحه انا ما فكرتش كتير لما جالي عرض القناه. حضرتك بتشوف البرنامج اصلا؟ بصراحه انت تقريبا معانا في البيت كل يوم، صوتك موجود معظم الوقت. المدام اصلها بتتفرج يعني على الفيديوهات بتاعه البرنامج بتاعك للنهار. ده شرف ليا اكيد يا فندم. بس اكيد يعني انا ما طلعتش معاكي في البرنامج علشان خاطر مراتي. امال جيت عشان ايه؟ ده بقى ترتيب ربنا يعني، مش يمكن علشان اكون جنبك لحد ما مشكله بنتك دي تتحل. يا رب، يا رب تتحل وبنتي ترجع لي.
انا بس عايز ايوه هيثم. طيب تمام. لا انا معاك على التليفون. معاك على التليفون. لا انا سهران، كلمني في اي وقت قول لي الدنيا تمام. مع السلامه. ماسكينه ومعطلينه في المطار شويه. قول والله العظيم. والله العظيم. طب والبنت؟ زي الفل. بنتك زي الفل. سامعاني؟ ممكن بقى من فضلك تروحي وتنامي وانتي مطمنه. الموضوع خلاص اتحل، بس هو هياخد شويه وقت لحد ما بنتك ترجع لك، وانا بنفسي هطمنك اول باول. انا عمري لا هرتاح ولا هطمن ولا هروح غير لما بنتي تبقى في حضني. يعني ايه؟ ما هو احنا مش هينفع نبات هنا في المكتب. انت كويسه؟ انا كنت هموت عليك، كنت هموت. استاذه مروه ما كانش فيه مطار دبي ولا حاجه. البنت ما خرجتش اصلا من مطار القاهره. الموضوع كله اتحل من قبل ما يطلعوا الطياره واحنا بنسجل في البرنامج. انا بس قلت لك تيجي المكتب لحد ما الرجاله يتصرفوا مع باباها ويجيبوا البنت من المطار لحد هنا.